تمر بلادنا بظروف صعبة ترتب عليها آثار قاسية على المواطنين السودانيين. عدد كبير من السودانيين كانوا في العمرة عند انفجار الأحداث في السودان، ولم يتمكنوا من الرجوع بسبب ما يجري في السودان. فضلت المملكة العربية السعودية مشكورة بمنح السودانيين فيز تأشيرات للزيارة العائلية، ولكن لإتمام إجراءات الزيارة حتم على الناس الخروج من السعودية وإتمامها في إحدى السفارات السعودية. وحكم قرب مملكة البحرين من المملكة العربية السعودية وسهولة الوصول إليها، فضل كثير من السودانيين إنهم يتم إجراءات فيزا الزيارة العائلية من مملكة البحرين. فوصلتنا أعداد كبيرة. أنا وصلت بداية العام، فوجدت السفارة في حالة عمل دؤوب من أجل خدمة المواطنين السودانيين. السفارة تبذل مجهود كبير في إنه تقدم كل ما يمكن لمساعدة المواطنين السودانيين، ولكن هناك بعض الصعوبات اللي بتواجه الناس نتيجة لعدم حصولهم على المعلومات الكافية. وأهم هذه الصعوبات أن بعض الناس يعني يأتون إلى البحرين بفيز زيارة، فيز أخرى غير الزيارة العائلية اللي هي الوحيدة المسموح بها. يعني زيارة يكون قدم لها زول قريبك. المطلوب لما الشخص يصل السفارة إنه يثبت علاقته بالداعي من خلال الأوراق الثبوتية، أرقام وطنية، جوازات، قسائم زواج. تقوم السفارة بتأكيد صحة هذه الوثائق، ومن ثم يمنح الشخص فيزا الزيارة. كثير من الناس بيصلوا هنا بتأشيرات غير الزيارة العائلية، ودي للأسف الشديد بيكون ما في معالجة، يعني لأنه بعض التأشيرات تتطلب الإقامة، ومعظم الناس بتأتي للبحرين بفيزا سياحية مدتها 14 يوم تجدد ل 14 يوم أخرى. فالمشكلة الأساسية للناس اللي أتت بفيز أخرى غير الزيارة العائلية، بما أنهم يعني خرجوا من السعودية لا يمكنهم العودة مرة أخرى، وفي ذات الوقت لا يمكن للسفارة السعودية في البحرين منحهم التأشيرات المطلوبة، فبيظلوا عالقين ومطلوب منهم إما يحصلوا مرة أخرى من خلال أحد أقربائهم على تأشيرات زيارة عائلية، أو أن يغادروا مملكة البحرين ولكن ليس عبر السعودية، إنما بالطيران إما للسودان أو إلى دولة أخرى، وهذه بترتب عليه تكاليف مادية كبيرة على الناس. فلذلك بننصح الناس تتأكد إن لمن يريد أن يرغب في الحصول على تأشيرة الزيارة من مملكة البحرين أن يتأكد من أن الزيارة التي حصل عليها، التأشيرة التي حصل عليها هي لفيزا زيارة عائلية وليس أي نوع آخر من الفيز. مشاكل أخرى أيضا بتواجه المواطنين متعلقة بمواعيد الحصول على الفيزا من أو تسليم الأوراق لوكالة تساهيل. بعض الناس يعني مواعيدهم بعيدة، ولكن بحكم أن تأشيرة الزيارة انتهت في المملكة العربية السعودية فيتحتم عليهم الخروج. في ذات الوقت تكون مواعيدهم في تساهيل بعيدة جدا، فده بيطيل الإقامة في البحرين وبترتب عليها تكاليف مادية كبيرة من إقامة وإعاشة، بالإضافة لتجديد فيزا السياحة اللي هي كلها أسبوعين. بعد أسبوعين يضطر الشخص يعمل تمديد بنفس قيمة الفيزا، والتكاليف كبيرة جدا صراحة على العوائل
والعائلات، لأنها يعني بيكون بعضهم عددهم يعني 5 6 أفراد، بتثقل كاهلهم بتكاليف مادية كان يمكن تجنبها بأن الناس ترتب أمورها بطريقة جيدة، تحصل على الفيزا للزيارة عليه قبل وقت كافي، وتحصل على مواعيد مناسبة بحيث أنه لا يطول إقامتها في مملكة البحرين. يعني ممكن 3 أيام تكون كافية جدا. حالات الخاصة كبار السن بالإضافة لمن يعانون من بعض الأمراض المزمنة تحاول السفارة جاهدة يعني تقدم كل ما يمكن لمعاونتهم. فاشة خدريز عبد المطلب، ناشطة اجتماعية مقيمة في مملكة البحرين. المبادرة بدأت لها تقريبا 2 شهر. بدأت فكرة من الأخت ريان عباس، كان يعني هم 3، وبعد ذاك طرحت علي الفكرة ومرت عليهم في السفارة يعني شفتها، والحمد لله بعد ذاك يعني كونا فريق اللي هو فريقنا اسمه مبادرة فينا خير، والحمد لله رب العالمين. اللي هي المبادرة في يعني ما متخصصة في شيء معين، اللي هي الوجبات، السكن، التوصيل، يعني وكل المشاكل للأسر المتعسرة. لاقتنا مشاكل كثيرة في المرضى، ودائما يعني بنطلب الإسعاف وبنوديهم السلمانية. يمكن أكثر من 5 حالات كانت غسيل كلى، حتى أول أمس كانت عندنا حالة حقت غسيل كلى. ولاقتنا برضو يعني من ضمن الحالات كان رجل مسن رجله مبتورة وجو وحيد ما عنده أحد. الحمد لله رب العالمين قابلته أنا في السفارة ودخلت كملت له إجراءاته كاملة. بعد ذاك غيرت له الفندق اللي كان نازل فيه، وبقينا متواصلين أنا وأمير ومحمد فرح. يعني أمير بشكل يومي بمشي يجيبوا لي الصبح، يعني الحمد لله. بالليل أنا برجع بمشي أشوفه عشان ما كان معه أحد في الفندق، بودي له العشاء، بودي له يعني حالته لحد أمس ما سفرته السعودية، جبت له عربية خاصة توصله السعودية الحمد لله رب العالمين. وفي من ضمن الحالات اللي وصلتنا في يعني في مملكة البحرين إنه كان في 3 حالات، وكان خلاص يعني لاقتهم المشكلة إنه اللي هي الفيزا الشخصية، وتعطلوا وقعدوا 2 شهر، وكان خلاص يعني على وشك ولادة. والحمد لله يعني وضعوا في مملكة البحرين هنا في مستشفى الملك حمد 2 وفي السلمانية 1. الحمد لله رب العالمين. وكانت حالة وفاة واحدة لمرأة كبيرة في السن، كانت معها بنتها وزوجها، والحمد لله رب العالمين. والأخ محمد زكي برضو ما ننكر فضله، يعني ما قصر وقام بالإجراءات كاملة حقت لحد ما اتدفنت في البحرين اتغبرت، وبعد ذاك الحمد لله هم متواصلين مع بنتها يعني الحمد لله. نتكلم عن المستندات المطلوبة. مستند التأشيرة للسعودية، مستند التأشيرة، الأرقام الوطنية، لو كانت الصور عادي ما فيها مشكلة. القسيمة بالنسبة للتأشيرة السبونسر، يعني طلعت كميات كبيرة لكن الناس ما قاعدة تطلع، ما قاعدة تجدد. دي مشكلة في أساسي. يمكن آلاف التأشيرات اترفضت كلها بسبب الناس المخالفة هنا. يعني أنت حتدفع 250 ريال على الأسبوعين، حتدفع حق طبعا المخالفة في الجسر. يلا ليه ما تكون قانوني تدفع هنا عشان الناس اللي وراك ما يتضرروا بالموضوع زي ده. كل الناس طلع عليهم رجال كنسل لهم اقامتهم بسبب الناس اللي ما طلعت هنا وكاسر الفيزا. يعني اي زول حتدفع 250 ريال، حتدفع 250 ريال. خليك زول قانوني عشان الناس اللي وراك ما يتضرروا. دي نقطة. بالنسبة للناس اللي بيجوا الجسر عشان يقطعوا، بالنسبة للكدادين يعني انت تدفع 200 2500 ريال تخليه قانوني من اول شيء. من يعني يجي زيارتك 3 شهور من الشهر الاول، عمل الموعد بتاعك، عمل التاشيره بتاعتك. ال 2000 ونص دي بتجيبك من السعوديه وتسكنك هنا وتعمل لك التاشيره بتاعتك. يعني تكون زول قانوني ما بتدفع. ما ممكن تجي قبل 3 يوم تجي عشان في الجسر تدفع 2000 ونص عشان تخش. دي مشكله برضه، مشكله السبونسر والمخالفات والمستندات والناس اللي بدهم معلومه غلط. يعني ما ممكن تقول لي في الجسر ب 120 ريال بيدخلوك. انا يمكن اجيب اولادي، اجي من الدمام، اجي من الجنوب، اجي اصل هنا اصطدم بانه الواقع الموضوع ده ما ياهو ولا في تاشيره من الجسر. يعني انت بسبب معلومه نايم في بيتكم بيكون ضررت ناس، اسر جات وقفت في الجسر وما لقيت نفس الموضوع. يعني زول ما متاكد من معلومه ما يدي الناس معلومه غلط. بالنسبه للزيارات الشخصيه، الزياره الشخصيه موقوفه يا جماعه في البحرين نهائيا. زياره شخصيه، زياره عمل، إقامة عمل ممنوعة نهائيا. بس شغال الزيارة الشخصية والاستقدام بالنسبة للأسر.
يعني الزيارة الشخصية مرفوضة، زيارة عمل مرفوضة، زيارة عائلية استقدام فقط. يعني في ناس قاعدين يجوا من هناك وبنبههم انه زيارة شخصية مرفوضة، برضو بيجي هنا، تجي هنا بتصطدم بواقع انها هي ما شغالة وما بتقدر تقعد هنا عشان مخالفات، وما بتقدر تطلع من هنا. يعني ما عندك حلالين، يا تطلع تمشي اثيوبيا يا تطلع تمشي السودان. بالنسبة لناس الزيارة الشخصية هنا كله احنا عملنا اللي علينا، رفعنا كشف في السفارة، رفعنا كشف للسفارة السعودية، نهائيا ما في حلل. يعني الواحد من هنا عشان يكسب الزمن يطلع من هنا اثيوبيا ولا اريتريا، يغيروا له الوجهه من هناك ويحلوا اموره، غير كده ما في حلل. بالنسبه للناس اللي دفعت زياره شخصيه عندهم مبلغ مسترد في تساهيل، يمشوا يعملوا اجراءات يستردوا له المبلغ بخصموا منه، لكن المال تيلته ولا كثير، عشان ما ان شاء الله يديك ربع المبلغ، انت ما خسران حاجه، تشيل مبلغك وتغير الوجهه وتمشي عشان تكسب الزمن. كل ما قعدت هنا عليك صريف، عليك مخالفات، عليك حاجات انت في غنى عنها، عشان كده بس ممنوعه، بس عائليه استقدام فقط. والله العظيم احنا في السفاره السودانيه وجينا من اجل الاجراءات بتاعت التوثيق واجراءات التساهيل وكده، والله والشغل جميل جدا يعني بجد. يعني لقينا كميه من الشباب المقيمين في البحرين واقفين وقفه رجال، والله وقفه رجل واحد، يعني الشاي الفطور نجي من الصباح والله على لحم بطولنا زي ما بقولوا، لكن الحمد لله والله لقينا منهم الكرم فعلا. يعني الشاي، القهوة، الفطور، الهناية، الوقفة، الاستفسارات. يعني زول بيجي داخل السفارة بكون ما عارف يمشي اتجاه، بيلقى ناس فيك خير ديل بيودوك على الجهة اللي انت مفترض أول مرة تمشي عليها. فمشينا الحمد لله وعملنا إجراءاتنا وهسي راجين باقي الإجراءات، والشغل جميل بجد والله، ربنا يديهم العافية والشغل كويس.